ليس الإقصاء ما أغضب الجزائريين، بل الطريقة. المنتخب الوطني يخرج من كأس العرب 2025، لكن السؤال الحقيقي: هل خسرنا بركلات الترجيح أم خسرنا قبل أن نصل إليها؟ مساء اليوم الجمعة، ودع المنتخب الوطني الجزائري منافسة كأس العرب 2025 بعد الهزيمة أمام المنتخب الإماراتي بركلات الترجيح بنتيجة 7-6 على ملعب البيت في قطر. نتيجة قاسية نعم، لكنها لم تكن صادمة لمن تابع ما حدث داخل الملعب دقيقة بدقيقة. ركلات الترجيح أنهت المباراة، لكنها لم تكن أصل المشكلة. شوط أول بلا هوية، بلا ضغط وبلا جرأة. منتخب بدا وكأنه يلعب لتفادي الخسارة لا لتحقيق الفوز. ومع بداية الشوط الثاني جاء هدف بولبينا في الدقيقة 46، هدف منح الأمل وأعاد الحياة للمباراة. لكن بدل أن يكون الهدف بداية السيطرة، تحول إلى بداية التراجع. وهنا بدأت الكارثة الحقيقية. المنتخب الوطني تراجع بشكل غير مفهوم، أعاد الخصم إلى أجواء المباراة وتخلى عن المبادرة طواعية. النتيجة كانت متوقعة: هدف تعادل إماراتي في الدقيقة 64 عن طريق أوليفيرا، وسط غياب الضغط وسوء تمركز وارتكاب جماعي. عندما تسجل ثم تتراجع، فأنت لا تدافع بل تنتظر الضربة. بعد التعادل دخل الخضر في دوامة العجز. دقائق تمر، حلول غائبة، وأسماء هجومية تبدو مرهقة دون أي رد فعل من على دكة البدلاء. التغييرات جاءت متأخرة، وكأن المدرب كان ينتظر نهاية المباراة بدل محاولة حسمها. السؤال هنا واضح: لماذا هذا التأخر؟ ولماذا هذا الخوف بعد التقدم؟ في الأشواط الإضافية كان التعب واضحاً، لكن الأخطر هو غياب الروح الهجومية. منتخب يلعب بلا أنياب وبلا مخاطرة، وكأن ركلات الترجيح كانت خياراً مخططاً له. وهل يخطط للإقصاء؟ عند الوصول إلى ركلات الترجيح انتهى كل شيء. سلسلة طويلة، توتر عال، وفي النهاية ابتسمت للإمارات بنتيجة 7-6. البعض سيقول حظاً، لكن الحقيقة أن من يصل إلى الترجيح بهذه الطريقة لا يستحق النجاة. ركلات الترجيح لا تقصيك، أنت من تضع نفسك فيها. الإقصاء يعني شيئاً واحداً: ضياع اللقب العربي ومشاركة أقل بكثير من طموحات الشارع الرياضي الجزائري. والأخطر من ذلك أن الصورة التي شاهدناها في كأس العرب قد نراها بشكل أقسى في كأس إفريقيا بالمغرب. إذا كان هذا مستوانا اليوم، فماذا سنفعل غداً؟ اليوم نقول شكراً لمجيد بوقرة على ما قدمه، ونحترم قراره بالاستقالة، لكن الشكر لا يمنع طرح الأسئلة ولا يعني تبرير الأخطاء. وفي المقابل، ما شاهدناه في بعض البلاتوهات الإعلامية كان محجلاً. لم يكن نقداً فنياً، بل تصفية حسابات وانتقاماً شخصياً، بعيداً كل البعد عن كرة القدم. نحن ننتقد القرارات، لا نكسر الرجال. المنتخب الوطني أكبر من أي مدرب، وأكبر من أي محلل، وأكبر من أي بلاتو. والسؤال الأخير الذي أتركه لكم: هل أقصينا الإمارات أم أقصينا أنفسنا بأيدينا؟